كان عبد الله بن المبارك يحج عاما ويجاهد في سبيل الله عاما. وكان له صديق اسمه الفضيل بن عياض. وكان الفضيل بن عياض يتنقل بفرسه من مكة إلى المدينة، وسمي الفضيل بن عياض عابد الحرمين. فأرسل له رسالة عبد الله بن المبارك، فقال في رسالته أراد أن يدعوه إلى الجهاد في سبيل الله. فقال له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لوجدت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه، فنحورنا بدمائنا تتخضب. من كان يتعب خيله في باطل، فخيولنا يوم الكريهة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، نهج السرافك والغبار الأطيب.